السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير. من أمام محل كنتاكي يا أخوان الساعة 2 الفجر، وعندي بإذن الله إيفنت بحضرها إن شاء الله في وادي هب في حتى، وهذا المنطقة يعني مع الحدود الإماراتية العمانية. وش موديك يا بيت؟ عندنا إيفنت بكرر أنا خلاص مو فاضي حتى هذا. عبينا فول بنزين، قاعد أكل سندويكة، باختصار يا أخوان سوالف. وش بعد؟ بإذن الله راح نقول لكم من هذه الكاميرا لأني راح ألبس كاميرا جو برو وبس يا أخوان. والله مو فاضي يعني، جوعان وحالتي حالة ويعني قدامي ساعتين خط. نشوفكم بعد إن شاء الله. بعفراء قرحة وعيناي من وجد بها تكفان، يكلفني عمي 80 بكرة وما لي يا عفراء غير 8. أخذ لي بعد علبة موية. ثانك يو. الله بسم الله. والله انه بطل. اول مرة اجرب صراحة ريد بول بدون سكر، والله انه حليو. خلاص صحصحنا. طيب من اول ايه اقول لك شو ريد بول هذا، تمزح ولا ايش؟ الاول اكتفى الشيطان منهم بذلك لانه درجة درجة. منتجع وادي هب. الجميل ان كلهم قاعدين يشتغلون، هذول اللي قاعدين يشتغلون على الخيم. حنا خلصنا موضوع الوجبات. اول باص يوصل ان حنا كنا بس 10 او 15 شخص، وتوهم يوصلون المتطوعين الثانيين. بسبب المجهودات الجبارة يا اخوان تم ترقيتي من متطوع عادي الى حكم. مؤشر جيد. وكذا نكون بدلنا. توضينا يا اخوان، الحين ندور مكان وين نصلي. خلصنا الصلاة يا اخوان، الله يتقبل من الجميع ان شاء الله. اتوقع ان اجواء المكان راح تكون غير، زي اذا واضح عندكم تشوفون منظر الجبال، احنا جايين في وسط الجبال يعني مثل ما تشوفون. يلا يا رب. يلا بسم الله. عندك مويه؟ لا والله عندي. بدك تشرب برد؟ متأكدين يا اخوان احنا المتطوعين ولا مشاركين ولا شو؟ والله عنصرية يعني. ايه في موضوع في كلام. هذه والله اجتهاد شخصي يعني. هذا هو الوضع يا اخوان. جينا في هايلكس، هذا المكان اللي فيه المتسابقين يشاركون. والله في مسبح وشغل عدل وش هذا. الأجواء بدأت تزين يا أخوان ما شاء الله تبارك الله. الجبال ما أدري إذا صوتي واضح ولا لا. المهم هو قصقصة لين الصبح. Okay. Yeah, tell me. This one, the name rock climb. Okay. Okay. So you can. Yeah, sure. Take your time. It's okay, not a problem. What's your good name? عبيد. Yeah, عبيد. سنان. والله ونعم. أنا مسؤول إني أكون حكم على اللي يشاركون في هذه. لازم ياخذ هذا الحبل ويرقى فوق لين يصيب الهدف اللي هو الجرس. إذا ما قدر يسويها بيسوي 30 بوش أبس، عقب يصير للعقبة أو التمرين الثاني. والله يا هو مكان كشته يا أخوان. هنا وشبة نار وجلسة وشغل عدل، حطب موجود، كل شيء موجود. تبغى منظر بعد موجود، خضار موجود. والله يا أخوان إن المكان 10 من 10. There is two ribbons. Okay. Red and the black. Black? Black is The for the black one supporting. is just for fun. Just for fun. Yeah, we don't have to focus them. Hopefully they will come all of them like black ones. So we don't focus on nothing. Chill, have some fun, خلاص go. اخوان سوينا الخيمة. والله عندنا اجواء خيالية خرافية اخر حلاوة. والله يبغانا نشتغل على البطن. ما شاء الله الاجواء يعني اقسم بالله ان الخيمة مال امها فايدة. متكين على الشجرة هذه. Come on. Go. Straight. ما شاء الله. He took only 3-4 steps. Yup, ping. So this is the winner, 1 billion dirham. Come on. Great job. Yeah, straight.
اخوان شغال موتيفيشن على حركات بركات، يعني يخرب بيت ام الحماس. والله بده يصير الجو حر يا اخوان. تدرون كم باقي؟ باقي تقريبا 6 ساعات. Go straight. Perfect. You're doing good job. قدام يلا روح. يعطيك العافية. ما قصرت. يلا شباب. يعطيك العافية. كفى عليك. ما يستوي اخوي. سود. والله يروم والله، بس يباله تشجيع، هو ما يبغى شيء. يلا الحين. يلا بس والله سم بالله توكل على الله. انا متاكد انك تقدر والله. مو يعني جي بس اي كلام، والله متاكد. يلا خربت السنابه صح؟ لو وعد شبد ام يلا شباب. يلا شباب يلا come on guys. Come on guys. Well done. Perfect. Well done. Excellent job. Excellent job. 15 16 17 18. اوكي. ها غشوا. يلا يعطيكم العافيه شباب، يعطيكم العافيه. ما اقدر والله، تعبت الصراحه، ما اروح اسوي شيء. اعتبر خلصنا يا اخوان. صوتي طار، ما فيني حيل اتحرك. الساعة كم الحين؟ ساعة 12:30. بسير المكان تقريبا مشي 500 إلى 700 متر وبس. والله خلاص الدنيا حر، اقسم بالله يا اخوان اني شقيت شق. درجة الحرارة ما ادري كم، 30 35، وما قدرت والله. جدول يا عيال. والله يا اخوان ان ضرتني الشمس لين قلت بس يا اله الا الله. ما ادري اذا الصوت واضح ولا لا، بس اتمنى. ابوك يا سواقتك التبن ماني بقايل. استغفر الله. لا تكفر وجهك. كلها تراب، اقسم بالله المعنى الحقيقي لكل تراب. الحدث باختصار يا اخوان هو برعاية عدة شركات، اهمها سامسونج وريد بول وسولت بعد. هذول اللي اشوفهم الحين صراحة من اقوى الشركات اللي ساهمت في هذا المهم يا اخوان توني خلصت يوم متعب وشاق. الامانه انشقيت شق من احلى التجارب اللي سويتها، يعني شيء جديد اول مره اجربه. حماس، مسكنا خط الحين، المناظر والاجواء ما شاء الله تبارك الله. دمعك يا الخضيغاني يرفق وارحام عيونك، العيون الدعج منسوع الجدايل، اتسلى بالطراب غير والله العظيم. المهم يا اخوان ابشركم وصلنا يا طويل العمر والسلامة. والله اني راح اصلي بس الظهر وبلعنها نومة لين اطرش. مش دخلت ما ادري. حيهم ما في زيهم. الاخبار اليوم يا اخوان الدنيا حوسه وما ادري انا وين الله حاطني. والله الساعة 10:20 دقيقة. يعني يا فاسق يا كافر، لا صلاة ولا خوف. انت ما في خوف. خذيت شاور ودقيتها نوم، اقسم بالله ان كل شيء فيني حرفيا ندق. بقوم اصلي وطلبت وجبة، ندق في العشرين نقول بس يمكن اخذ لي بعد ساعة ساعتين نومة زيادة. والله يقدرنا. ايش هذا؟ ايش كلام مدير؟ والله يا اخوان يعني هجت. عرفتوا كيف اشرح لكم؟ يعني باختصار قمت صليت، بعدين قلت والله باقي 2.5 ساعة 3، فخليني اريح يعني، وحطيت 85 منبه. بس التبن ما ادري ليش يا هالتعبيد توك صاحي. ايش في بعد؟ ايش في
خلاص المهم ما رحت يا اخوان الايفنت وعطبت امها ولازم اعوضكم. فراح يا مش كنت ابغى اقول ما ادري. المهم الزبده يا اخوان صحيت وصليت الصبح الساعة 10. الله يلعن. اليوم عندي تنظيف لاني تقريبا صار لي اكثر من اسبوع ما نظفت شيء. كل مرة شيل الملابس والبس ملابس جديدة وخلي الباقي بدون تنظيف. يا اخوان هذا مو جثث والله مو جثث يعني تأكدوا. انا متذبذب. بحط ان شاء الله الملابس في الغسالة. خليكم متابعين. وين رايح انت؟ وين قاعد اشوف تقفل الفيديو وين؟ خليك هدي لهذا اللي تحمس. تعال يا الهطف تعال انت تعال اعلمك شلون تغسل ملابسك بدون ما يضحكون عليك. تحط كل فلوسك برا في المغاسل. اول شيء عندك تحط الملابس، ومعلومة لازم تفصل الملابس اللي باللون الابيض عن باقي الملابس او اللي الالوان العادية الثانية. خرع على السوالف اللي انا ما اعرف اسولف ما ادري ليش. ثاني شيء تشغل هذا المغسلة او الغسالة او اللي هو تسموها. بعدين تقرأ. اذا انت ما تعرف تقرأ ما تفهم انجليزي سو ترجمة او شوف بس في الرموز هذه وتفهم. فراح نحطها على الثانية. تسكر هذا الغسالة. بعدين تروح تدور على رقم 2. احنا قلنا رقم 2. تروح تدور على رقم 2. يقول لك انه بعد 2:40 دقيقة بيخلص وتضغطها. بعدين وش تسوي؟ تكنسل. ليش؟ لانك انت حمار، لانك ما حطيت صابون يا تيس يا هطف يا ماني بقايل يا عديم الفايدة يا غبي. ودي ملابسك للمغسلة. طيب رجعت كنسلت الغسالة وطلعت الصابون. فاذا كانت عندك كمية كبيرة تحط على اخر شيء. ايش هذا؟ اذا كانت عندك كمية كبيرة تحط على اخر شيء، واذا كانت عندك كمية يعني وسط حط على الزبدة. المهم فهمت. فانا عندي يعني كمية اقل يعني بين الكثيرة وبين الوسط. فراح اسوي هذه الكمية وتنطل هذا الصابون هنا. بعدها تكفل ابوه تشغل اوكي تشغل. بعدين تدوس ستارت. تعال باقي يضحكون عليك وتروح للكوفي وتطلب لك الكبر عصير ويدفعونك 20 درهم. فليش؟ باختصار تجيب لك خلاط. عندك خلاط صح؟ ما عندك ترى يسوى اقل من 100 درهم. تروح تشتري لك خلاط، تجيب موزة وتجيب لك حليب عادي. واذا انت بتعضل ونادي وحركات بركات تقدر تاخذ لك هذا المشروب الجميل. قيمة 3 درهم بس. 3 درهم اتوقع 3 درهم في 21 جرام من البروتين. تاخذ لك هذه بعد. تاخذ لك جرانولا او شوفان او اللي انت تبغاه بعد عشان النكهة وهذا. اول شيء تسوي او اللي عمرك تاخذ الخلاط تركب الخلاط يعني ما يحتاج وما يشتغل بالطاقة الشمسية يعني يشتغل كهرب زي كذا. علبة الحليب هذه بالبروتين وتعبيها لين تحس انها شوي الموز اللي داخل بدأ يتغطى. بعدين شو تسوي؟ تاخذ لك من الجرانولا. شوف ما شاء الله شوف هذا النوعية يا اخوان جدا ممتازة مليانة فواكه وشوفان وهذا وشغل عدل. اذا عندك عسل سوي عسل اذا انت تبغاه حالي شوي، واذا انت ما تبغاه حالي امورك طيبة زي كذا. اخلط ابوه يا شيخ. وبعد ما خلصت يصير بهذا القوام. قوامه شوي يعني بس اوكي. المفروض يكون يعني اثقل شوي. وعليك بالعافية. يكلفك 4-5 درهم ماكسيموم يعني. هذا الكاس يا اخوان جاني هدية يوم كنت في الجامعة. وجت عندنا اكثر من شركة عشان يعني تدريب وتوظيف وهذا الامور. بالاخير يا اخوان ما وظفوني. المهم خذيت من عندهم كوب. سويت شيء مفيد في الحياة. سويت شيء كان يبغالي اسويه من زمان. وش سويت يا عبيد؟ تعالوا اوريكم. مثل ما تشوفون يا اخوان هذا عبارة عن خزانة متنقلة بس طلعتها انا برا. طيب ليش يا عبيد طلعتها برا؟ المشكلة يا اخوان ان هذا مجفف الملابس اذا حطيته برا تصير
كل الملابس خايسة يعني تراب وغبار وكأنك ما غسلت. ليش؟ لأن عندنا أكثر من مشروع بناء هنا، ومثل ما تشوفون يعني ما شاء الله الخضار، يعني الملابس تتجفف مثل ما تجففت أنا الحين، بس بالحر مو بالشمس. بالله أنصفوني، دماغ شغالة مش بتنام ولا تنام؟ نام دز. ورب الكعبة حر ملعون والدين. يا أخي المشكلة أنا عندي مشوار الحين، وش يطلعني كذا يا إخوان؟ يطلع معكم الشكل النهائي، شكل نهائي كيكة هو. المهم يعني كيف ترتبون الملابس وتخلونها تنشف، تقفل عليها زي كذا، حتى مثل ما تشوفون يعني استغليت آخر رف أو درج عشان أحط فيه الأشياء اللي أنا ما أبغاها، وتقفل طال عمرك زي كذا، زي بريد. والله يوم ما يكون لك خاطر تسوي شيء، أبسط الأشياء تعجز عليها وتحس انها تعبك. حتى غسيل الملابس حسيت كني انا اللي قاعد اغسل، انا اللي قاعد الفلف وادور. عشان كذا يقول لك لا تعمل غدا الاجل الى اليوم. المهم يا اخوان لبسنا تكشخنا تعطرنا ونتوجه باذن الله لوجهتنا اللي انتم ما تدرون صح، بس راح تشوفون. اليوم جينا يا اخوان عندنا ورشه تيك توك. اي نعم يا اخوان، جاتنا دعوه من تيك توك، راح نحضر باذن الله الورشه ونعطيكم العلم الغانم. ومرحبا يا اخوان، دخلنا تيك توك واخيرا اعطونا هذه، هي عباره عن مسابقه تسويها ويعطوك في الاخير يعني هدايا، ولبسونا بعد تاج. ندخل ونقول مساكم الله بالخير والنور والسرور. فراح تبدا الورشه بعد لحظات ان شاء الله. معنا ابو بكر. هلا والله عبيد. يلا حيه. هذا راعي بثوث جزائري لايف برو مؤخرا، نبارك له نقول لك مبروك. وعنده براند ترى يا اخوان، بكلمكم عنه قريب باذن الله. هذا اول براند كان اطلاقه امس. عبيد والله يعني انا مو بجزائري وابغى يعني اخذ لي هذا الكاب، ما عليك بتحصلون ان شاء الله موقع او رابط الموقع تحت. ترى شغله فنان والله، مو باعلان وعشان انه يعني هو قدامي وشيء، بس والله العظيم انه يعني كاب فنان وفخم. فالله الله بالدعم، حتى لو مو جزائري خذ لك كاب طيب واتمتع. والله يا اخوان الورشه فيها كل شيء، تلعب هنا تربح، تجلس تربح، بس تحضر تربح، تتفرج تربح. انا والله حدي جوعان، بروح ادق في العيشه باكل لي حبتين عرفت يا اخوان. هذا البرجر اقسم بالله عالمي، خبز ولحم عليه تتبيله يعني لذيذه مع جبن مخلل، اخر حلاوه. انا يا اخوان جاي عشان اكل اكثر مني عشان استفيد صراحه. والحين خش لي على الحلا. جديدة وخربنا الدايج وكل شيء بقى الله يستر. والله يا اخوان الشباب ما شاء الله تبارك الله شغالين، كل حد ماسك تليفونه مشغل لايف، مع منو يتكلمون شو قاعدين يسوون ما ادري والله العظيم. اكيد يعني الواحد فاتح لايف شو يعلم توعية. المهم يا اخوان الاجواء والله جميلة، خصوصا بعد ما اكلت يعني يخرب بيت ام الحاله. كذا يا اخوان نكون خلصنا الورشه. كلامكم الله يا اهل تيك توك، شكرا على العزيمه الطيبه، ونشوفكم في الجايات ان شاء الله. ابدع بذوذ الزمن دز. تحدى اي شخص يعرف هذا المكان، قد صورته في فلوج قبل وتكلمت عنه بالتفصيل. يا سلام يا الشعور. كان عندي سكوتر هنا وكنت اروح لين الداون تاون من هذا المكان. اي نعم يا اخوان، هذه اول فيلا او اول مسكن سكنتيه يوم جيت هنا لدبي. حتى والله اذكر اخوي بدر الله يجزاه خير هو اللي تكفل بكل شيء. الف تحيه له من هنا لين عنده. الشعور عم الشعور يا شيخ. جينا يا اخوان عند محل زعبيل عشان نخيط كندوره، فان شاء الله يعني نخيط لنا 3-4 كنادير وامورنا طيبه. ترى يا اخوان اول مره ابو بكر بيفصل كندوره، ولازم تستعين بالخبير، استعانه بصديق. طبعا ما شاء الله عندهم الوان يعني ما تخلص. اكيد ما راح اختار بني يعني اوريدي عندي البني. لا والله حلو والله العظيم جامد. ثواني بعد زياده. اي اوكي حلو. المهم يا اخوان قاعد ياخذ المقاسات، فانا ابغى شوي على الاكتاف انه يكون نازل شوي ويكون لين حده هنا يعني لين حد الاصابع. كيف اموركم يا اخوان؟ اخبار علوم. الزرع محدود الشرير كلما ذكرتك صرام شعوري بالقلام وقول لا نعم صرمة حالي صرمة الزرع. اقسم بالله يا نشيد صالح اليامي انه ما يحتاج لها لا ايقاع ولا موسيقى، تضطرب وتستمتع
حلال محلل يا شيخ. الله يعز ذا الحنجرة، والله إن شاء الله يشغلها بالقرآن بدل الأناشيد والأغاني وهذا الأمور. صالح اليوم من عندك بس. كذا تكون خلصت جولتنا. الحين جاء الوقت اني اختبر الخزانه او مجفف الملابس المبتكر. ابوك خلته لي ما بقرقر. قرقر واجد ما نبغى. خش اللي على النتائج. الاختبار الاول نشوف اذا الملابس صارت ناشفه خلال 6 ساعات. الاختبار الثاني نشوف اذا هي نظيفه وما هي مليانه غبار او تراب. انا اللي قاعد اشوفه يا اخوان شغل عدل، الله ما شاء الله، ما اشوف اي غبار، ما اشوف اي تراب، ناشفه. فنقدر نقول بروف اختراع جدا ممتاز، كويس، حليو، هي لعيب يبط. اي حد يستخدم نفس الفكره يمنشني. تراني راح احط يعني يوميات على سناب. تشوفني كذا فله وسع صدر، تابعني على سناب. ليش ما تتابعني على سناب يا اخي؟ تراني بعد انزل محتوى كويس في تيك توك. فالله الله، كل الروابط تحصلونها تحت في الديسكربشن. هذا اللي كان عندي اليوم. نشوفكم بكره ان شاء الله او في الفلوج الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كذا سريع يا عبيد، كذا سريع. بيس.